أول ما دعت الرسل إليه هو توحيد الله. فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم بعثوا إلى أممهم يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له. وأما الشرط الثاني فهو اليقين. قد يكون الإنسان يعرف معناها ويعرف ما تدل عليه ويقولها، ولكنه يشك في حقيقتها، يشك أو يتردد، فهو غير موقن وغير متحقق أن الإلهية لله وحده. فمثل هذا أيضا لا تنفعه إذا كان في شك، كما قال الله عن المنافقين في قوله فهم في ريبهم يترددون. الريب هو الشك، يعني لن يكونوا على يقين من أن الإلهية لله وحده، بل هم شكاك في شك وفي ريب وفي تردد. فمن كان شاكا في حقيقة لا إله إلا الله ما نفعته هذه الكلمة ولا أفادته، فلا بد أن يتحقق مما دلت عليه ويعرف حقيقة معناها ويوقن بذلك يقينا قلبيا حتى تنفعه هذه الكلمة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا أبا هريرة، وأعطاني عليه فقال: اذهب بن علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة.